نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. قرار مفاجئ يسمح لكريستيانو بالعودة إلى البريمير ليج. اجتماع حاسم أنهى الأمور وناديه الجديد ينتظر. صدر القرار الذي كان ينتظره النجم كريستيانو رونالدو طويلا، فرمان سريع وصارم بعودته إلى البريمير ليج مرة أخرى ليكمل الموسم وسط الكبار في صفقة مفاجئة ستكون أهم صفقات الميركاتو الشتوي بدون أي شك. اجتماع حاسم ونتيجة محورية وصادمة للكل سوف تغير مسيرة الدون وكل حساباته تماما. الآن عودته مرة أخرى لإكمال الموسم في إنجلترا واردة وبشدة. المسألة بحاجة إلى وضع بعض الحبر على أوراق بعد الاتفاق الجاهز والمعد مسبقا. كل شيء محضر من أجل صفقة مدوية سوف تغير جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وصراع المنافسة على اللقب. وفريق صاروخ ماديرا الجديد ينتظره، وحتى جماهيره بدأت في تحضير اللافتات واستقبلت القرار على مواقع التواصل الاجتماعي بالبشرى والتهليل. القصة هنا متعلقة بمصير ومستقبل نادي نيوكاسل يونايتد، والذي تم إنصافه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإجماع آراء الأندية المشاركة في المسابقة من خلال تصويت مصيري بوقف قرار عدم السماح للأندية باستعارة لاعبين من أندية أخرى تابعة لنفس المالك أو يضخ بها استثمارات ترتبط بنفس المالك. وبعد التصويت الذي جرى في اجتماع ممثلي الأندية بفندق 5 نجوم بالعاصمة الإنجليزية لندن، سيكون متاحا لدى إدارة الماغبايز التسوق في الدوري السعودي كما تشاء، نظرا لأنها مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، وهو المالك والمتحكم في أكبر 4 أندية بدوري روشن، النصر والاتحاد والهلال والأهلي. القرار الذي تم الاتفاق عليه فتح الباب أمام نيوكاسل لإتمام صفقتين طلبهما المدرب إيدي هاو بعد مفاضلة بين محترفي السعودية. الأولى متعلقة بلاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز، والذي تم الاستقرار عليه ليكون معوض الإيطالي ساندرو تونالي بعد إيقافه الصادم على إثر تورطه في قضايا المقامرة والتربح من المراهنات. ونظرا لتقارب وجهات النظر بين مسؤولي الهلال ونيوكاسل، فموافقة الزعيم قد تكون مضمونة، خاصة إذا تم تعويض خورخي جيسيوس ببديل على نفس المستوى. أما الصفقة الأخرى فهي المفاجأة الكبرى، والتي ترتبط بانتقال كريستيانو رونالدو إلى ملعب سان جيمس بارك، وهو انتقال قيل إنه موقع ومتفق عليه حتى قبل انتقال الدون إلى النصر. فقد اتفق بنفسه على إتاحة فرصة العودة لأوروبا والبريمير ليج مع نيوكاسل، مبديا ترحيبه باللاعب مجددا في أقوى دوريات العالم. ولا توجد فرصة مواتية مثل الظروف الحالية للنادي الإنجليزي بعد الإصابة التي ألمت بمهاجمه الأساسي كالوم ويلسون وابتعاده لمدة تقترب من 2 عن الفريق، وهو ما أدى إلى حاجة نيوكاسل لمهاجم جديد في شهر يناير. وبما أن استعارة كريستيانو متاحة وميسرة، فمن ذا الذي سيرفض التوقيع مع الهداف التاريخي لكرة القدم؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.